الكوبيبة من الأصناف اللذيذة اللي كلنا بنحب نزين بيها سفرتنا، وخصوصا في رمضان بتبقى منورة شكل السفرة. طب ما تيجوا مع بعض نعرف تكاتها عشان ما نحتاجش نجيبها من بره تاني وبخامات نضيفة. تعالوا الأول نعصج اللحمة المفرومة اللي هنحشي بيها وبعد كده نعمل الكوت. نجيب بصلتين كبار، أنا بحب أزود البصل في اللحمة المفرومة جدا، بيحلي طعمها قوي. وهنصفرهم وبعد كده هنضيف اللحمة المفروم بتاعنا. دي حوالي 800 جرام، هنعصجها كويس قوي. وبعد كده هنضيف لها التوابل، ملح وفلفل وجوز الطيب. وبعد كده هنرش دبس رمان، انا بحب ازود دبس رمان في الكوبيبه على اللحمه المفرومه اللي بنحشي بيها. يفضل اضافه دبس الرمان بعد ما نقفل عليها. اللحمه المفروم دي تعتبر خاليه من الدسم او دسم خفيف جدا، وطبعا هنشوحها لحد ما تتبخر كل الميه منها.